اذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا معايا عثمان مشاكس كيضحك. عثمان كما كتعرفوا هو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه، واللي غنقول لكم اليوم انه انا بالنسبه لي كنعتبر عثمان احد المعجزات ديال الحياه. علاش؟ لان هادشي اللي غنقول لكم على عثمان صدقوني بزاف منكم ما كيكتسبش والو الربع ديالو. عثمان من ذوي الاحتياجات الخاصه كيف ما كتشوفوا على عينيكم، ما عمرو مشى للمدرسه، ما عمرو حتى شي حاجه. شاءت الاقدار انه ما يمشيش للمدرسه، ما يحطش رجله في المدرسه، ولكن كيف ما قدرش يحط رجله في المدرسه، كيف ما سخر له ربي واحد الانسانه رحمه الله، رحمه الله، السالكي الراجي، السالكه الراجي، الاستاذه اللي قدرت تعاون مع عثمان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلت معاه، قدر يقرا ويكتب غير من خلال الانترنت، علماته. والرغبه ديال عثمان كانت قويه، كان عنده واحد الروح ديال التحدي، وقدر من خلال هذا التعلم هذا يالف روايتين، زمن الظلم ولعبه القدر. روايتين اللي جميلين بزاف، انا كرهتكمش انكم تبارطاجيوه باش تقدروا تحققوا له الحلم ديالو انه يصبح روائي كبير في المغرب، وان الروايات ديالو لما لا تتحول لفيلم او مسرحيه. والحلم ديال عثمان انه روايه زمن الظلم تتحول مسرحيه. جمل مسرحيه قبيله قلتي لي من المركب الثقافي، الحلم ديالو انه يوقف على خشبه المركب الثقافي بمولاي رشيد، المسرحيه ديالو تولي حقيقه، زمن الظلم تولي مسرحيه ويقوموا بتاديتها على مسرح المركب الثقافي بمولاي رشيد. حقه لعثمان هذا الحلم هذا. عثمان ما يقدرش يهضر، ولكن انا قادره والاخ ديالو اللي معايا قادر يوصل صوته. عثمان بارطاجيو انه شي سيناريست، شي مخرج، شي ممثلين يقدروا يمدوا له يد العون يحققوا له الحلم ديالو ان زمن الظلم يتحول لمسرحيه ويقوم بتاديتها على خشبه المسرح بمولاي رشيد بالمركب الثقافي. هذا حلم ما صعيبش عليكم، ما صعيبش عليكم تحققوا لعثمان هذا الحلم ياك؟ عثمان انا عارفه اش كيقول، معايا الاخ ديالو كيقول لي شنو كيقول، ولكن حقوا له الحلم ديالو. حتى شي حاجه ما صعيبه، المغاربه الحرار هذه شي حاجه زوينه، ما عندها علاقه بالتفاهه، ما عندها علاقه بالمحتويات الهابطه، ما عندها حتى شي حاجه. اللي كتضلوا تخاصموا كتقولوا حق التفاهه حق هذه. هو عثمان مثال حر للرغبه القويه للتحدي انه يوصل صوته. يلا ما بحرار، بارطاجيو خليو الممثلين والفنانين يشوفوا، ناخذوها كتحدي. يلا عثمان عنده جوج الروايات، اعطيني يا اخويا الروايه. هاي صوروا انسان من ذوي الاحتياجات الخاصه ما عمره مشى للمدرسه قدر يالف هذه الروايه ديال زمن الظلم. نتوما متاكده انا شحال من واحد عنده الباك وعنده الماستر وعنده الدكتوراه وما مالفش هذه الروايه هذه، ومؤلف الروايه ديال لعبه القدر اللي كتشوفوها هنا في هذه لافيش هذه. حق الحلم ديال عثمان ان احد الفنانين او احد المخرجين او لي سيناريست او شركات الانتاج يحققوا له الحلم ديالو، والروايه تصبح حقيقه على خشبه احد المسارح الكبرى. انا ثقه فيكم، داكشي علاش غنقولوا ياك عثمان بارطاجيو الخوت، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما غتبارطاجيو هذا اللايف، هذا الفيديو هذا، وغتوصلوا صوت عثمان ويولي عثمان روائي مشهور. غنتلاقاو مره اخرى وغنديروا فيديو غنقول لكم شكرا. كما قلت لكم عثمان معجزه من معجزات الحياه، فما تبخلوش عليه بالبارطاج. شكرا لكم.